تعالوا اقول لكم، لو بتسيحوا زبده واتحرقت منكم وبقت بالشكل واللون ده هنعمل ايه؟ اكيد طبعا مش هنرميها، حتى لو غمقت لدرجه كبيره واتحرقت بالشكل ده لدرجه ان المرطه بقت بالغمقان واللون اللي احنا شايفينه ده. تعالوا اقول لكم على مكون هنضيفه متوفر في كل بيت، هيرجع لونها زي الاول تماما، نفس لونها الفاتح. كمان هقول لكم على اضافه زياده كده حلوه جدا هتحلي طعمها وهتخلي طعمها يظبط ونفس طعم الزبده، بس مش المحروق بقى، هيرجع طعم الزبده اللي احنا بنحبه وريحتها كمان، وهنخزنها بسهوله طول الموسم وبنفس ريحتها. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. ده شكل الزبدة اللي أنا كنت بسيحها واتحرقت مني، ودول طبعا مقدار حوالي 5 كيلو من الزبدة. طبعا أنا هقولكوا على مقدار لكل كيلو، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. لكل كيلو من الزبدة اتحرق مننا، يعني لو كنا بنسيح كيلو مثلا، أو زي ما انتوا عارفين بقى هتضاعفوا الكمية، مقدار كوباية من اللبن كبيرة، يعني 250 ملي كده من اللبن، يعني ما يعادل كوباية كبيرة كده، مش كوباية الشاي العادية، تزيد شوية. ولو زادت أكتر من كده مفيش مشكلة خالص. أنا هنا زي ما قلت كنت بسيح 5 كيلو، فهضيف 5 كوبايات كبيرة من اللبن الحليب. بعد ما ضفتهم تعالى أقول لكم بقى على التريك الحلو قوي اللي هتغير كمان الطعم مش اللون بس. بصوا كده، انا كنت بخزن القشطه البلدي بتاعتنا، بعملها بلوكات كده في التلاجة، باخد منها بالطلب وقت ما احتاج، وتقريبا كده ده حوالي 200 ل 300 جرام بالكتير قوي من القشطه. طبعا سبتها تفك، وبعد كده هضيفها على الزبده اللي هي اتحرقت مننا بعد ما ضفنا كمان اللبن الحليب. عاوزه اقول لكم القشطه دي ممتازه جدا. طيب هتعمل ايه؟ اللبن اللي ضفناه الاول هيظبط اللون جدا جدا، القشطه دي بقى هتخلي الطعم يظبط وتبقى حلوه قوي، وتروح ريحه الزبده اللي اتحرقت مننا. وطبعا احنا عارفين ان الزبده في الاصل بتبقى عباره عن اللبن والقشطه بس كده. هقلب تقليبه حلوه كده، ولاحظوا ان اللون فتح وراح منه الغمقان بدرجه كبيره جدا. هنقلبها كويس طبعا علشان بقى الزبده تستوي مع اللبن اللي ضفناه والقشطه. هنحطها على النار تفضل تغلي كده مع التقليب المستمر لحد ما تبقى لونها صافي كده علشان تستوي معانا. نوطي النار عليها خالص ونفضل نقلب فيها علشان تستوي. اول ما نلاقيها عملت ريم او رغاوي على الوش كده، الزبده بتاعتنا بدات فعلا تستوي، وكل الخليط بقى متجانس مع بعض وعملت زي المرطه اللي اتحرقت قبل كده، بس طبعا دي مش محروقه. ده شكلها هي بتستوي معانا، بس طبعا لما اخدنا المرطه شفناها من تحت هي لونها لسه فاتح شويه، يعني عايزه تستوي شويه. هرجعها على النار تاني لحد ما تستوي وتبقى صافيه بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، وتبقى المرطه اللي تحت دي بقت لونها ذهبي حلو مش غامق. بس كده هي تقريبا استوت. نسيبها بقى لحد ما تبرد علشان نقدر نعبيها في برطمانات. تعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا اللون القمر ده، رجعت تاني زي ما كانت فاتحه. عاوزه اقول لكم بقى ريحتها بقت احلى واحلى. طب ليه احلى؟ احنا حطينا قشطه خام تقيله معاها، يعني عايزه اقول لكم اللبن الحليب كمان فتح لونها جدا، بقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده وصافيه. انا ما صفيتش بقى ولا حاجه خالص، انا كمان بصبها من الحله قدامكم علشان تشوفوا قد ايه مستويه وصافيه ولونها رجع فاتح تاني من غير ما نخسر الزبده دي. طبعا انها بقت غاليه، وغير كده كمان ما ينفعش ان هي تتحرق مننا وما نستفادش منها ونخسرها. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عبوها في برطمانات بقى زي ما انتوا عاوزين، ويا رب يكون الفيديو افادكم. لو افادكم قولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم، وصحتين وهنا يا رب.